جمدي قلبك وتعالي اقولك ازاي انا النهارده بكيلو الا ربع من اللحمه وكمان قطعتين من البانيه هعمل لك احلى 5 وصفات للكفته هتقضي بيهم يومك. تطلعي كده طبق مع طبق رز او حبه مكرونه وهتعدي اليوم بتاعك. بس قبل ما ابدا في فيديو النهارده انا كان معايا منقذ هو دراعي اليمين في المطبخ. تعالوا اعرفكم النهارده على الكبه الاندلسيه اللي طلبتها اونلاين من صفحه سندباد. الكبه الاندلسيه يا جماعه بتتكون من كذا قطعه. اول قطعه معايا اللي انتوا شايفينها معايا دي وهو اكبر دورق في مصر. يعني عايزه اقول لكم انتوا هتشوفوا النهارده بعينيكم، انا مش هطلع لكم حاجه غير لما ابقى متاكده فعلا ان هي قويه. الدورق مصنوع من الاستانلس، كمان الغطا بتاع الدورق دوت من الاكليريك يعني ضد الكسر، مش هيتكسر منك خالص. وغير كده وكده هي سهله التنظيف. كمان معاها الموتور بتاع الكبه الاندلسيه اللي معانا النهارده ده بيتكون من سرعتين، سرعه على الهادي وسرعه سريعه بتطحن الزلط. كمان الموتور بتاعها 2200 واط يعني بيطحن اي حاجه. معاها كمان الشفرات بتاعتها وهم 4 شفرات. خلي بالكم الشفرات دي بتبقى حاده جدا وخلي بالكم في الاستخدام فيها. زي ما اتفقنا في اول الفيديو ان انا معايا كيلو الا ربع من اللحمه وقطعتين من صدور الفراخ. ليه يا نشوى اشتريتي اللحمه وكنت اشتريتيها مفرومه؟ هقول لكم على حاجه، انا بقرف جدا من اللحمه المفرومه اللي عند الجزار لانه بيبقى محضرها، يعني مش بيخليني اقطعها وافرمها. المهم بيني وبينكم كمان قلت اما اجرب الكبه اللي بيقولوا بقى عماله بتفرم وبتعمل كل حاجه. تعالي وريني بقى يا ستي الفرم اللي انت بتعمليه. الحقيقه ضفت قطعه اللحمه وايه على مرتين يا جماعه، ضربه في التانيه كانت مفرومه بالشكل ده. اللحمه هنا انا عايزه اقول لكم ان هي مفرومه مش معجونه، يعني ده مش عجين اللحمه، لا زي اللي بنشتريها من عند الجزار. اسكت، لا ده انا افتريت عليها اكتر. رحت جايبه كيلو الا ربع من البصل ورحت ضيفاه زي ما هو من غير حتى لما اقطع البصله الاتنين. ضفت البصلايه زي ما هي كده علشان اشوف قوتها فعلا. زي ما هم بيقولوا 2200 واط الموتور يعني ممكن يفرم اي حاجه، هو مش كلام وخلاص. وغير كده وكده اللي مطمني ان هي كمان معاها ضمان لمدة 2 سنين. فضلت افرم في اللحمة والبصل عشان كمان ازود كمية اللحمة معايا شوية. والكمية اللي معايا ديت قسمتها ل3 اجزاء، جزء كبير والجزئين التانيين يعني قد بعض. الجزء الكبير دوت هنعمل فيه هي اكتر وصفه انا بحبها وولادي بيحبوها. جبت الكميه دي وضفت لها بابريكا وملح وفلفل اسود ومعلقه صغيره من البيكنج باودر وما تضيفيش اي حاجه تانية. هتعجني كده على مرتين لحد لما التوابل كلها تمتزج مع اللحمه، وتعملي كده زي فراغ في نص اللحمه وتضيفي فحمايه مع قطعه زبده وتقفلي عليها كويس جدا. واحنا دلوقتي بنعمل الكفته المشويه بعد ما تصبعيها هتبقى معاكي بالشكل ده. هتيجي بقى للجزء اللي احنا قسمناه اللي هو الاصغر شويه وتروحي ضايفه ليه فلفل الاسود والبابريكا والملح وكمان 7 بهارات. وكمان هضيف بطاطسايه متوسطه مسلوقه وشويه من البقدونس او الشبت زي ما بتحبوا. هتفضلي تعجني والخطوه دي كمان انا كان ممكن هنا اضيفها في الكبه واديها ضربتين بدل ما افضل اعجن. هتصبعيها وهتبقى معاكي بالشكل دوت. وفي الوقت ده بتبقي محضره بيض وبقسماط وتعملي احلى كفته بانيه. هتروحي كمان تجيبي بقى الجزء الاخير وتروحي ضايفه بابريكا وفلفل اسود كبيبه صيني. هتضيفي نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، عليهم كمان ملح و3 فصوص توم مهروسين، شويه من البقدونس ومعلقتين كبار من البقسماط الناعم. اعجن اعجن اعجن. وفي الوقت دوت هتكوريها وتعملي كور بسيطه صغيره زي ما انت شايفه معايا كده. اصل احنا بنعمل كفته داوود باشا. هتديها كده تقليبه بسيطه في الدقيق وبعدين نروح على الوصفه اللي بعد كده. هجيب قطعتين الفراخ وهنزل عليهم بربع كوبايه من البقسماط، عليهم بضايه وشويه توابل فلفل اسود وكاري وكركم وكمان الملح. هضيف كمان الثوم البودر والزعتر الجاف، عليهم كمان معلقه صغيره من المرقه الفوريه. هضربهم ضربتين. وعايزه اقول لكم طالما الكبه الاندلسيه ضربت اللحمه وهي سليمه من غير ما نقطعها يبقى اكيد يا جماعه هتفرم الفراخ وهتطلع معاكم بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. ضربه في الثانيه امتزجت كل المكونات بتاعتي مع بعض وكونا احلى كفتة فراخ بتعملوها في الفرن وطعمها بيبقى رائع وبتبقى معاكم بالشكل ده. نيجي للوصفة اللي بعد كده اللي هي بدون ولا لحمة ولا حتى فراخ. جبت الخضرة بتاعتي وقلت يلا ما اشوف هي هتقطعها ولا هتعصرها. وعايزة اقول لكم ان هي ضربت فيها الخضرة وقطعتها بالشكل ده. بس عايزة اقول لكم على حاجة، عشان تضربوا الخضرة وتطلع متقطعة مش معصورة لازم الضربات تبقى متقطعة. ضفت عليها شطة وفلفل اسود كمون وكزبرة وكمان ملح وما تكتروش الملح، نص معلقة من البيكنج باودر. وهضيف عليهم كمان سر حلو قوي وهو النعناع الجاف. طيب
طيب ايه المكون اللي معايا دوت؟ هو الجمبري النمنم الصغير. اصل احنا النهارده هنعمل كفتة جمبري، هضيف عليهم كمان 3 فصوص ثوم مهروسين، وعليهم كوبايه الا ربع من دقيق الرز. على فكره دقيق الرز انا بشتريه جاهز كده، مش بطحنه واغسله واجففه. لو انتوا حابين تعملوا اي طريقه اعملوا الطريقه اللي بتريحكم. ضربه في التانية وعملت لي احلى كفته جمبري حلوه جدا. بتصبعيها باستخدام الزيت طبعا عشان تبقى سهله معاكي. شكرا للكبه الاندلسيه، حقيقي هي ابهرتني. قدرنا نعمل منها كل الوصفات الحلوه اللي انتوا شايفينها معايا النهارده دي. تقدروا تطلبوا الكبه الاندلسيه من صفحه السندباد، هسيب لكم كل التفاصيل اللي انتوا هتحتاجوها في الكومنتات. تقدروا ان انتوا تشتروها هديه لعيد الام لمامتكم او حماكم. تقدري كمان لو انت بتجهزي وعروسه تشتريها، او حتى ست بيت زي ما انا عملت ان انت تجيبيها وتكون دراعك اليمين في المطبخ. اشوفكم بكره ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.